السلام عليكم البنات، كنتمنى والله تكونوا كاملين على خير وبخير، صحه جيده وفي احسن الاحوال. كما شفتوا معايا في اول ديال لا فيديو في الصور. بغيت نقدم معكم لاصوص ديال الطماطم بقشور الطماطم، الصراحه اللي كتجي رائعه وصراحه واحد ما يستغناش عليها. المهم البنات كنتمنى تشاهدوا هذا لا فيديو حتى الاخر، وكنتمنى تدعموني باللايكات ديالكم، التعليق ديالكم زوينه. وإلا عجبكم هذا الفيديو بارطاجيوه مع احباب وصحاب باش تعمل الفائده. فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد فضلا وليس امرا. مهم البنات كما كتشوفوا معايا انا الصراحه فوق ما يعني كندير شي شلاضه ولا كنبغي ندير تكتوكه هكايا ولا زعلوك. مهم كنحتفظ بالقشور ديال الطماطم، كنديرهم في كيس بلاستيكي او في شي بواطه، وكنحتفظ بهم كنديرهم في المجمد. اون فوا كنجمع كميه يعني لا باس بها، كندير لهم هذه الطريقه هذه اللي كتشوفوا معايا. المهم البنات بدات لا كويز الماء شويه الملحه، درتها طيب. من بعد ما طابت كما كتشوفوا غادي ندوز نطحنها انايا. والصراحه هذا الصوص ديال الطماطم كتصلح لشحال من حاجه. يعني شحال من حاجه صراحه كتصلح ليها، بحال البيتزا، بحال هكايا لي بات. بنات تصلح حتى الحريره الصراحه، تدوروا بها الحريره يعني بلا ما ديروا ليها حتى شي حاجه. انا فقط يعني من بعد ما يعني غادي نطحنها وغادي نصفيها كما كتشوفوا معايا، نحيدوا منها يعني ديك يبقاو لنا غير ديك الشوائب ديالها، يعني ديك القشور ما يهبطوش لينا. كما كتشوفوا الصراحه كتجي واحد لاصوص اللي رائعه، وكان يعني غادي تستغناو على لاصوص الجاهزه. وصراحه كتجي واعره واعره بزاف، يعني راه كتجي بحال ديك لاصوص المركزه، يعني الطماطم المعلبه ديال المحلات بحالها كتجي 100%. صراحه كتجي رائعه البنات الصراحه. ما يعني كنديروا شحال من حاجه كما قلت لكم، كنديروا شلاضه، كنديروا تكتوكه اولا زعلوكه يعني. واكثريه الناس اللي كيديروا الشلايض هكا بزاف، ديك القشور ديال الطماطم يعني كيكونوا مغسولين ونقيقين، هكا ديروهم في شي بواطه واحتفظوا بهم. ولا البنات الا كتستعملوا الطماطم في النهار بزاف يعني توجدوها وتخليوها غير في الثلاجه، ما كيوقع ليها حتى شي حاجه. اون فوا تجمعوا واحد الكميه صافي وطيبوها على حسب الكميه اللي كتستهلكوا يعني ديال الطماطم. المهم البنات كما قلت لكم انا بالنسبه لي انا يعني كنجمع هاد القشور ديال الطماطم وكنحتفظ بهم في المجمد. هانتوما شفتوا البنات ديك الشوائب يعني حيدتهم، وهنا هانتوما كما كتشوفوا يعني منين صفيتها يعني كتكون ديك يعني اللب ديالها اللي فاش طابت وصفيناها كيولي يعني حمراء الصراحه. وكتكون البنات كنشريو ديك مطيشه يعني اللي كتكون اللون ديالها احمر بزاف، هي اللي كتعطينا هذا اللون هذا. يعني انا راه ما دايره فيها حتى شي حاجه، حيت انا غادي نستعملها للبيتزا، يعني انا هادي مصايبها باش غادي نستعملها للبيتزا. وانتم الا كنتو ديروها كما قلت لكم للحريره ما ديروا ليها حتى شي حاجه، مليحه بركه. المهم البنات درت لها معلقه ديال الخل كما كتشوفوا وشويه ديال الزيت النباتي. ودابا ان شاء الله في شي فيديو اخر نشارك معكم الطريقه ديال الكيتشوب المنزلي. وهنا البنات من بعد ما ضفت ليها معلقه ديال الخل وشويه ديال الزيت النباتي غادي نضيفها يعني تنشف ليا مزيان مزيان من ديك الماء، ما نخليش فيها يعني نقطه ديال الماء. هنا البنات كما كتشوفوا حتى انا غادي نستعملها، غادي نضيفها في هاد الزليفه هذه. انا ديجا انا دابا هذه وجدتها باش غادي نصايب بها بيتزا. كما قلت لكم البنات ديروا بها لي بات، ديروا بها يعني اي حاجه يعني عطا الله ما يعني ما يدار بها الصراحه. مهم انا من بعد ما هنا غادي نحتفظ بها انا فد. نتوما ممكن تحتفظوا بها في قريعات وديروها في المجمد يعني اللي بغيتو. وكنتمنى البنات هاد الطريقه تكون نالت الاعجاب ديالكم، وكنتمنى تكونوا استفدتوا. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش هاد الطريقه ودائما يعني كيلوحوا قشور ديال الطماطم، كنتمنى تستعملوها بهاد الطريقه هذه، راه غادي تنفعكم بزاف صراحه. ويعني وتستغناو على الطماطم المركزه او الطماطم الجاهزه. هانتوما البنات كما كتشوفوا يعني صراحه كتجي رائعه. وكنعرفوا راسنا شنو تناكلوا شنو تنوكلوا لوليداتنا. نحاولوا ما امكن يعني الواحد اللي كيعرف يوجد الحاجه في الدار يستعملها. المهم البنات كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم. الى فيديو اخر ان شاء الله وبحول الله.